لما بنتكلم عن مباراه القمه فالماتش ده بالذات ليه توقعات تانية خالص. فتقول لي النادي الاهلي يتفوق على نادي الزمالك، النادي الاهلي عناصره اقوى، النادي الاهلي دعم بصفقات قويه. هقول لك لا، لان القمه تختلف بالذات في مباراه القمه. فلما تيجي تتوقع النتيجة فهيبقى 50-50. لكن أول حاجة نبص على التشكيلة. أول حاجة من توقعاتي تشكيلة النادي الأهلي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، على الجنب اليمين محمد هاني، على الجنب الشمال الدبيس. في قلبين الدفاع عمر ربيعة وأشرف داري، قدامهم أحمد رضا ومروان عطية، وقدامهم إمام عاشور. على الجنب اليمين محمد عبد الله، ولو بن شرقي جاهز يبقى الافضل بن شرقي يبدا. وعلى الجنب الشمال عندك الشحات. وفي الهجوم اعتقد كولر هيبدا بجادي شار. طيب لو هنبص على القطب الثاني هتلاقي النادي الزمالك ممكن يبدا مثلا في حراسه المرمى محمد عواد، على الجنب اليمين اعتقد عمر جابر، على الجنب الشمال بنتايج، قدامهم في قلبين الدفاع حسام عبد المجيد، وجنب حسام عبد المجيد الونش. قدام شويه في خط الوسط عندك دونجا ومحمد شحاته وعبد الله السعيد. قدام شويه كمان يا عم تعالى نفسك وامشي شويه كمان قدام، هتلاقي قدامك على الجنب اليمين زيزو، وعلى الجنب الشمال مين؟ هو اللي هيغلطهم، شلبي. وفي الهجوم الجزيره. هتقولي طيب في ظل التشكيلتين دولت المكان ده فاضي ليه؟ هقول لك بس يعني ايه، معلش ده مكان معلول بس هو مصاب، فهو خارج بره القايمه وخارج بره الاستوديو عادي يعني. لكن دلوقتي لو هاجي اتوقع، انت اول حاجه ايه في الفيديو بس توقع التشكيله. توقع التشكيله كتبتها تحت. طيب توقع بقى الماتش يخلص كام. توقعت خلاص؟ توقعت. طب صلى على رسول الله، انا قلت لك التوقع هيبقى 50-50، فانا من توقعاتي اللي هي هتبقى 50-50 ف2-0 للنادي الاهلي. جود باي اند جود لك، وارجعوا لي بعد المباراه.